قوة النية. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فيها تأكيد وفيها إنه دايما نيتك هتاخدها. النية طبعا محلها القلب، محدش يعرف نوايا الناس وربنا أعلم بالنوايا كلها. النوايا عامة هم حاجتين بس، يا إما هي نية علشاني أنا، يا إما هي نية عشان الغير أو عشان الخير، عشان الإنسانية. في كل شيء بنعمله يفرق جدا هو أنا نيتي إيه. طول ما أنا نيتي علشان برايا، علشان أدي، علشان الخير، عشان الإنسانية، فأنا نيتي قوية جدا وبيكون واقف معاها ربنا وبيطوعها لي وبيساعدني فيها، وتلاقي إن دايما أمورك اتيسرت، تلاقي إن كل حاجاتنا بقت سهلة، تلاقي إن الدنيا ماشية زي الفل. ولو كانت نوايانا دايما علشاننا إحنا، بنلاقي إنه مش دايما الدنيا بتمشي كويس، لأنه مش نفس يعني طاقة العطاء، مش نفس الطاقة اللي ربنا دايما بيعطي بيها الخير. كل حاجة فيها عطاء وفيها خير وفيها giving، فيها إنه بيدينا كل حاجة، ما بيطلبش مننا حاجة. كل ما كانت نيتنا خير، القصة دي بترجع لنا تاني، ولكل امرئ ما نوى خير هيرجع له خير. عايزين ننتبه لنيتنا علشان قبل ما نعمل أي حاجة نبقى دايما متأكدين من نوايانا فيها. هي علشان خاطر إيه؟ عشان خاطري أنا؟ ولا عشان خاطر الإنسانية؟ عشان خاطر بلدي؟ عشان خاطر عيلتي؟ عشان خاطر أولادي؟ تأكدوا من نواياكم and check your intentions قبل ما تعملوا أي حاجة، عشان تتأكدوا إنكم مع فريق العطاء وفريق الخير، مع فريق هذا الرب، هذا الخالق، هذا الرحمن، هذا الرحيم، هذا العظيم. تعالوا نفكر عشان نعيش